عايز كوتشي فرحت محل فعجبك الكوتشي بس ما اشتريتوش، علشان دايما في خيالك بتسعى للكمال ودايما بتسأل نفسك مش يمكن في كوتشي تاني أحسن في مكان تاني. عارف ايه الغريب؟ انك ممكن تاخد قرار كويس جدا وتكون مبسوط بيه، ولكن بعدها بدقايق تبدأ تسأل نفسك طب ما يمكن الاختيار التاني كان أحسن. تخيل ان قدامك مطعمين، اخترت الاول والاكل طلع حلو جدا، المفروض نقول ايه؟ الحمد لله وندفع الحساب ونضرب لنا واحد شاي ونروح. لكن دماغك تبدأ تشتغل، طب والمطعم التاني مش يمكن كان احلى؟ يمكن انا استعجلت، يمكن لو كنت رحت هناك كنت هتبسط اكتر. وهنا المشكلة يا صديقي، مشكلة ان مش اختيارك اللي كان وحش، المشكلة انك مش قادر تتأكد ان اختيارك كان الافضل وفق المتاح معاك ساعتها من معلومات. انت بتقارن حاجة حقيقية عشتها بحاجة افتراضية في علم الغيب لسه ما عشتهاش. الاول انت عارف انه حلو جدا، لكن التاني مش يمكن حلو جدا جدا. التاني يا صديقي مجهول بالنسبة لك، وعشان مجهول تقدر ترسمه في خيالك افضل مليون مرة. وده بيحصل في كل حاجة في جوانب حياتك، وحتى في أبسط قرارات حياتنا. تختار شغلانة وتقول مش يمكن التانية كانت هتفتح لي فرص أكتر. تختار شخص وتقول مش يمكن لو كنت اخترت الشخص التاني كنت هبقى أسعد. تشتري حاجة وتقول مش يمكن الموديل التاني كان أفضل. وتفضل طول الوقت تقارن حياتك الحقيقية بحياة افتراضية انت أصلا ما تعرفش كانت هتبقى عاملة ازاي. والأغرب إنك لو اخترت الاختيار التاني غالبا كنت هتعمل نفس الحاجة علشان الاختيار الأول. طب ما يمكن الأول كان أحسن، وهكذا وهكذا، فتغرق في دايرة اليمكن. ومن هنا عمرك ما هتدوق طعم السعادة ولا الرضا. لأن المشكلة مش في الاختيارين، المشكلة في عقلك انت. عقلك عايز إجابة مستحيلة، عايز يعرف هل أنا اخترت أفضل اختيار ممكن ولا لأ. وده مستحيل تعرفه، لأنك وقت ما أخدت القرار كنت بتملك معلومات معينة، ومش معاك مفاتيح الكون علشان تكون عارف المستخبي وضعه عامل ازاي. علشان كده ما تحكمش على قرارك من خلال النتيجة اللي كان ممكن تحصل لو اخترت البديل. احكم عليه بالسؤال الأهم: هل كان قرار منطقي بناء على المعلومات اللي كانت عندي وقتها وبناء على إمكانياتي ساعتها ولا لأ؟ لو الإجابة كانت يبقى كفاية. مش كل حاجة ما اخترتهاش كانت فرصة ضاعت منك، ومش كل طريق ما مشيتوش كان هيوديك لحياة أفضل. أحيانا أنت مش ندمان على الاختيار اللي عملته، انت بس مفتون بفكرة الحياة اللي ما عشتهاش ومزغزغة مخك وعايز تدوقها مش اكتر. وعشان ترتاح لازم تفهم انك مش مطالب تختار افضل حياة ممكنة، انت مطالب تختار افضل قرار تقدر عليه بالمعلومات والامكانيات المتاحة عندك. وبعدها تعيش القرار بدل ما تقعد طول عمرك تسأل طب كان ممكن يحصل ايه. هتعمل كومنت دلوقتي تقول لي رأيك، ولا هتستنى الريل اللي تحت يمكن تكون افضل؟